ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هننفذ فكرة جميلة لشهر رمضان الكريم. هنعمل الهلال بطريقة جديدة وبسيطة ان شاء الله هتعجبك. انا جبت دايرة قطرها كده، الدايرة دي 25 سنتي، وابتديت ان انا اجيب صينية مقاسة اصغر شوية وقصيت الهلال بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قصيت كده قطعتين معايا من الهلال، وهبدأ ان انا امشي كده 1 سنتي لجوه على الهلال كله. انا عايزة افرغ الجزء اللي في النص دوت. هنفذ الخطوة ديت على القطعتين اللي معايا من الهلال. هبتدي بقى بعد كده، بعد ما انا ارسم السنتي ده، ابتدي ان انا افرغ الجزء ده بقطر او بمقص، بحيث ان انا يطلع معايا الشكل ده كده. هبدأ بقى بعد كده اجيب لزق، هبتدي ان انا الزقه كله على الهلال. طبعا هلزقه على القطعتين. الخطوة دي هتدعم معايا الهلال شوية، لاني عايزه الهلال يبقى متماسك معايا، ما يبقاش ضعيف. اهو انا كده لزقت القطعتين. هبتدي اجيب دي قطعه قماش زي سواريه كده تل. طبعا تقدري تستخدمي بدل ديت قطعه من التل، طرحه شيفون عندك قديمه، اي حاجه شفافه فيها ترتر او لا. الحاجه دي ترجع لك، مش هنقف عشانها. يعني حتى لو جلاد كراسات الملون برضو ممكن نحطه، يعني اي حاجه تديكي الشكل النهائي، يكون برضو انها حاجه تشف، لان انا هحط اضاءه في الهلال ده من جوه. فانا عايزه بس حاجه تبين لي النور. طبعا هنا انا لزقت بالشمع، وابتديت ان انا افرغ الجزء الزياده. هعمل كده في نفس القطعه التانية برضو. وجبت ده قماش صوف بني. تقدري تستخدمي اللون اللي انت عايزاه اللي متوفر عندك. ولو ما فيش خيط صوف ممكن تستخدمي خيط مكرميه، بس مش طبعا مش هتشتغليه كروشيه. انا هنا اشتغلت كروشيه غرزة السلسلة عشان يديني شكله، وفي نفس الوقت يبقى سميك معايا شوية. هبدأ بقى ان انا الف كده على الهلال كله، وهغطي الجزء اللي هو بالاصفر اللي هو الكرتون بمعنى اصح. هغطيه كله، هيعمل معايا حوالي 4 ادوار. هنفذ الخطوة ديت على الجزء التاني، القطعة التانية من الهلال. وهتشوفوا الشكل هيبقى النهائي طبعا عامل ازاي. طبعا اللون اللي تحبيه واللي تفضليه، ممكن تشوفي اللون اللي ماشي مع العفش اللي عندك، وتبتدي تنفذي بيه الهلال. انا هنا حبيت اغير شكل الهلال، مش لازم يبقى خيامية، مش لازم يبقى بالفوم. حبيت ان انا اغيره بحيث انه يبقى مختلف شوية. وكمان تقدري تنفذيه كمشروع مربح جدا، ان انت تنفذي منه كمية، وتقدري ان انت توزعيها. طبعا احنا داخلين على شهر رمضان الكريم، والحاجات ديت بتبقى مربحة جدا. وهو مش هيتكلف معاكي خالص، كلها خامات بسيطة ومتوفرة. وتقدري ان انت تغيري في اي خامة منها، مش لازم ترتبطي بنفس الخامات اللي انا مستخدماها. يعني الخيط ممكن تغيريه، التل اللي انا حاطاه دوت. والكرتون طبعا متوفر ورخيص ومفيهوش اي مشكلة. انا اهو دلوقتي خلصت اول دور، وهبدأ بقى بعد كده اكمل بقية الادوار بنفس الطريقة. خدي بالك وانت بتلزقي علشان الشمع، وعلشان في نفس الوقت ما يبقاش فيه فواصل ما بين الخيط، عشان النتيجة النهائية تعجبك ان شاء الله. انا دلوقتي اهو هبتدي ان انا اكمل لزق، وهبتدي ان انا اخلصه. وهتشوفوا دلوقتي القطعة هتبقى عاملة ازاي. اهو انا كده خلصت القطعة الاولانية، وادي كمان القطعة التانية. يبقى كده هبتدي ان انا اجيب قطعة من الكرتون عرضها 5 سنتي، وبطول الهلال علشان هلفها عليه. هبتدي ان انا اتنيها بس كده، وهبتدي ان انا الف عليها الخيط بطولها كلها. انا مش بلزق كل دور، انا بلف كتير، وكل فترة كده احط نقطة شمع بسيطة لمجرد انها تمسك معايا الخيط. اهو انا خلصتها كده. هبتدي بقى ان انا اجيب الهلال، وهبدأ ان انا الزق كده بالراحة بالشمع على الحرف عشان اثبت اول الهلال. وهبتدي ان انا استنى بس يثبت، واكمل لحد لما اكمل كل الهلال من الجنب دوت. خلي بالي كويس علشان انا الشمع ما يظهرش معايا، عشان النتيجة النهائية تعجبك ان شاء الله. دلوقتي اهو خلاص ابتديت ان انا اثبت الجزء اللي فوق بتاع الهلال. وهبدأ بقى ان انا اجيب قطعة من الكرتون هلفها كده، هي نفس عرض الهلال، والف عليها خيط، عشان ده الجزء اللي انا هثبت بيه القاعدة بتاعة الهلال. هبدأ بقى بعد كده اجيب سلك نور، او هو سلك ليد. هبتدي ان انا اثبته بس جوه. هبدأ كده بس ان انا اثبته فوق نقطة شمع بسيطة جدا. وبعد كده هلفه جوه الهلال، وهفتح له فتحة صغيرة جدا من تحت، علشان خاطر ابتدي اتحكم في فتح وقفل النور اللي جوه الهلال، عشان ابتدي بس اقفل الجزء ده. طبعا هو نور معايا اهو. بقى كده ان انا افتحه. خلي بالي بس انا هفتح فتحة بس صغيرة تطلع لي الجزء اللي فيه الزرار، مش محتاجة اكتر من كده. وبعد كده هبتدي ان انا اجيب قطعة من نفس التل اللي انا استخدمته في الهلال. هبتدي ان انا اقفل بيها برضو، عشان انا عايزة النور برضو يبان معايا من هنا. قطعة بسيطة جدا اهي. هبتدي بس اثبتها كده من الجنبين.
طبعًا تقدري تنفّذي حجم الهلال ده بالحجم اللي أنتِ عايزاه. أنا هنا القطر الدايرة 25 سنتي، فهو هيطلع معايا طوله حوالي 25 سنتي. أنتِ لو حابة أكبر من كده هتكبّري الدايرة، ممكن تخلّيه 30، 40 سنتي على حسب الكرتونة اللي أنتِ هتستخدميها والحجم اللي أنتِ عايزاه. اعملي الهلال بالمقاس اللي تحبيه طبعًا. هابدأ بقى بعد كده أشيل الزيادة زي ما أنتم شايفين كده، هاخلّي بالي. وبعد كده هابتدي بقى إن أنا أجيب أي شريط استرس أنتِ عايزاه، طبعًا على حسب اللون اللي أنتِ استخدمتيه. أنا هنا هاستخدم استرس لونه دهبي. هابدأ بقى إن أنا ألفه كده على حرف الهلال كله من اليمتين. هاحط شمع بسيط جدًا وألفه عليه كله. طبعًا تقدري تستخدمي اللون اللي أنتِ عايزاه، بس أنا هنا مش هيناسب معاكِ فضي طبعًا، لقيت إن اللون الدهبي هو أنسب لون مع البني ومع الدهبي اللي إحنا استخدمناه. هابتدي بقى إن أنا ألفه كده حواليه. هيبتدي يبروز معايا الهلال ويظهر أكتر ويدّي له شكل كده، ويداري في نفس الوقت الفواصل اللي إحنا لزقنا بيها الهلال كلّه. طبعًا لو أول مرّة تشوفي قناتي، أنا قناتي بتعتمد على إعادة تدوير الأشياء والخامات. يعني إحنا هنا استخدمنا كرتون وخيوط وقصاقيس موجودة. وكمان عاملة أفكار كتير لشهر رمضان برضه من إعادة التدوير ومن خامات بسيطة، تقدري ترجعي لها هتلاقيها قايمة تشغيل باسم أفكار لشهر رمضان. ولو عجبتِك الأفكار اللي باقدّمها يا ريت تشتركي في القناة وتفعّلي زر الجرس وتختاري علامة الكل عشان يوصلِك كل جديد باقدّمه، وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. وهنا أهو ابتديت أخلّص بقية شريط التزيين اللي أنا باحطه علشان يظهر معايا الهلال، وأظن الصورة وضحت. ابتدى الهلال يظهر وإن شاء الله يعجبكم بإذن الله. هابدأ بقى كده إن أنا هنا ما استخدمتش قاعدة، ما عملتش قاعدة كبيرة للهلال. أنا اكتفيت بس إن أنا هاثبّته هيُقف زي ما هو كده، هيُقف على القطعة اللي أنا عملتها الصغيرة دي. هابتدي برضه إن أنا أزيّنها بشريط الاسترس كده، وبعد كده هابتدي إن أنا أثبّتها عشان يبقى ثابت معايا. هابدأ بس كده أحط كمية شمع كويسة عشان يثبت معايا. وبكده هيبقى الجزء بتاع الهلال ده خلص. هاعمل بقى التعليقة اللي هتتحط فوق في الهلال. تقدري تحطي نجمة، تقدري تحطي فانوس، تقدري برضو تسيبيه كده. أنا هنا حبيت أعمل حاجة بسيطة جدا. حبيت جبت شمعة كده إلكترونية، والشمعة دي متوفرة في كل مكان. هبدأ إن أنا أغطيها بنفس التل اللي أنا استخدمته، وهبدأ إن أنا أغطيها برضو بالشريط التزيين من فوق كده ومن تحت. أثبتها بالشمع. فكرة بسيطة وسهلة، هتحسي ان هو فانوس وفي نفس الوقت الجزء هيبقى منور برضو معايا بتاع الشمعة ده. وبعد كده هجيب الخيط البني اللي انا استخدمته، هبتدي ان انا اعمل زي تعليقة كده للفانوس اللي هي الشمعة. هبدأ ان انا اثبت كده الخيط من الجنبين، واسيب الجزء اللي فوق ده كده عشان هعلق منه الفانوس. وهبدأ برضو اكرر نفس الخطوة في الجنبين التانيين عشان يبقى معايا كده الفانوس شكله يظهر. وهبتدي ان انا الجزء اللي فوق ده اربط فيه جزء من الخيط اللي انا هعلق فيه الفانوس في الهلال. اهو زي ما انتم شايفين بسيط كده وسهل. مش عايزين نعمل حاجة صعبة وتقولوا الحاجة صعبة ومش عارفين نعملها، سهل جدا. هبتدي بقى ان انا اثبت كده الخيط هنا تحت الاستراس اللي انا حطاه، مش عايزاه يبقى ظاهر كده، ويبقى الشكل النهائي اهو معايا. ادي الهلال وادي الفانوس متعلق فيه، وهنا لما تنور شكله تحفة. يا رب يكون عجبكم ان شاء الله. فكرة بسيطة وشيك وتنفع ديكور، مش هلال بس، لا ده هلال ديكور. هيعجبكم ان شاء الله لما تنفذوه. يا ريت تقولوا لي رأيكم بقى في التعليقات، عجبكم والّا لأ. وكمان هتشوفوه لمّا طفيتِ النور ظهر وبقى شكله جميل. طبعًا الشمعة المضيئة كمان تقدري تطفيها لوحدها وتنوريها، لو مش عايزة تنوري الهلال كله تقدري تنوري بس الفانوس اللي متعلق، تقدري تنوري الهلال لوحده. يا رب يكون عجبكم إن شاء الله. وكل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم. وانتظروني في أفكار كتير إن شاء الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.